أهلا بكم في قناتنا ما وراء الشاشة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. وأخيرا يا جماعة، وبعد طول انتظار، الحلقة الأولى من الموسم السابع لكرتون جامبل نزلت رسمية، وزي ما وعدناكم دايما أول ما تنزل حلقة احنا بنلخصها على طول وبنكشف كل التفاصيل. لكن قبل ما نبدأ، لو بتحب جامبل زينا دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ. الحلقة بتبدأ مع جامبل وداروين وهم في المدرسة، والأستاذة بتاعتهم بتشرح لهم فوائد الأكل الصحي وأضرار الأكل المش صحي. لكن اللي بيحصل إنهم بيشوفوا مستر سمول بياخد ضرب من الأستاذ علشان يقول إن الأكل الصحي حلو والمش صحي وحش، فبيقرروا جامبل وداروين إنهم يبعدوا تماما عن الأكل المش صحي. بس طبعا ده كلام نظري، لأن أول ما بيجوع جامبول بيحاول ياكل أي حاجة مش صحية، لكن داروين بيمنعه. بعد كده بنشوفهم وهم ماشيين في المدينة بيدوروا على أكل صحي، لكن المشكلة إن كل مكان بيروحوه مليان إعلانات لمطاعم البرجر، ومع كده بيقاوموا وبيدخلوا مطعم أكل صحي. لكن المفاجأة الأكل يطلع مش صحي برضه، فيسيبوه ويخرجوا وهم جعانين جدا، لدرجة إن بطن غمبول بتصدر صوت يهز المدينة كلها من كتر الجوع. داروين بيحاول يهديه وبيقترح يروحوا سوبر ماركت ويشتروا أكل صحي. يروحوا السوبر ماركت فعلا، لكن يكتشفوا إن الأسعار نار ومش بيقدروا يشتروا غير حبة أفوكادو واحدة. والكوميديا السوداء أول ما يخرجوا الأفوكادو بتبوظ، فما عندهمش حل غير إنهم يدوروا في الزبالة وفعلا يلاقوا شوية بذور يزرعوها ويستنوا، وبعد معاناة طويلة الأكل بينبت. بس أنت متخيل إنهم هياكلوه ببساطة؟ لا طبعا، ساعتها النبات بيتحرق فجأة ويطلع السبب هو لاري، فبيزهقوا خالص وبيقولوا نوصل لصاحب محلات البرجر نفسه، السيد بيلدر برجر، لكن يتقال لهم ان مفيش حد يقدر يقابله وهم عايشين. بس طبعا ده كلام ما بيأثرش في جامبل وداروين، وفعلا بيوصلوا له ويطلع عبارة عن شخصية غريبة بتمثل ثقافة البرجر. يبدأوا يتكلموا بكلام مش مفهوم ويغنوا أغنية أغرب، وتنتهي الحلقة على كده. صراحة تقييمي للحلقة 6 من 10 حلقة متوسطه. حسيت إنها كانت ضعيفة وفوضوية شوية، بس طبعا ده رأيي، ممكن أنت تشوفها مختلفة. قول لي أنت بقى إيه تقييمك للحلقة؟ اكتبه لي في التعليقات وخلينا نتناقش، وأشوفكم في الفيديو الجاي.